ابويا كان بيدي امي منوم عشان تنام طول اليوم ويخونها في بيتها على سريرها مع خطيبته السابقه، ولما كشفناه رمانا في الشارع يوم العيد عشان يفضل حبيبته، والبيت اللي كان ملكه اتهد فوق دماغه. انا اسمي رشا، عشت طفولتي في حرب، بس الحرب الحقيقيه كانت جوه بيتنا. ابويا كان مثال الزوج الحنون، بيجيب لامي كل اللي تتمناه. فجاه اتغير 180 درجه، امي بقت تنوم بالساعات، نوم تقيل ومش طبيعي، كنا بنصحى بالعافيه. يومها وانا عندي 6 سنين شفت بعيني ابويا بيحط حبوب في عصير امي. فضلت اتفرج من تحت الباب وقلبي كان بيخبط. جمعت اخواتي، فتحنا العلبه ولقيناها منوم قوي. رمينا الحبوب في الزباله. في الليل جريت لامي وحكيت لها كل حاجه. وشها اتغير بس قالت لي استني هنمسكه متلبس. طلبت من جوز خالتها يقف بره البيت، وكالعاده ابويا راح لاوضه امي، حط المنوم في العصير وفضل مستنيها تنام. بس امي كانت صاحيه. بعد شويه تليفون رن، كانت هي بتكلمه. سمعنا صوته بيقول لخطيبته السابقه تعالي، نامت خلاص. جوز خالتها دخل البيت وابويا انهار. هنا قبل ما اقولكم اللي حصل يوم العيد، صلوا على النبي في التعليقات. اللهم صل على سيدنا محمد، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك عشان قربنا على 10,000. ابويا ما استحاش، واجهناه قال قدام الكل انا حر، انتوا مش عيلتي، وطلب الطلاق. امي وافقت. قبل العيد باسبوع امي اخذت حكمها، وبليل العيد ابويا فوجئنا كلنا بلغنا نخرج من الشقه. رمى هدومنا في كراتين وطردنا في الشارع. انا واخواتي وامي وقفنا في الشارع، الناس بتتفرج والكل بيسال، وابويا قفل الباب وروح لحبيبته. امي شالتنا وعاشتنا على ايدها، اشتغلت في البيوت وفضلت تصبرنا. وكنا بنشوف ابويا واخته الجديده عايشين في بيتنا راكبين عربيات. بعد سنتين الحقيقه نزلت علينا زي الصاعقه. الخطيبه السابقه دي طلعت معاها عصابه نصبت على ابويا، اخذت كل فلوسه وكل الشقق وكل حاجه وسابته في الشارع. ابويا رجع يطرق باب امي والناس اتكلمت، بس امي قفلت الباب واندفعت عليك سمام. اللي يحفر حفره لاهله يقع فيها، وديل الكلب عمره ما يتعدل. ابويا دلوقتي عايش لوحده في ايجار، ومفيش حد في العيله يكلمه، واللي كانت خطيبته السابقه اتحبست. وامي مبسوطه، وانا بقيت كبيره واتعلمت ان الخيانه بتخرب بيوت، وان الصبر مفتاح الفرج.